رغم الخطر الذي تشكله هذه البرك والأودية على الشباب والأطفال بالجلفة، إلا أنهم يعتبرونها المكان الوحيد لقضاء يومياتهم في هذا الفصل الحار. جينا هنا باه نعوموا، ما لقيناش المسابح، جينا نعوموا في القدت الخطيرة، في كاين اللي تسرط وكاين اللي فيها الغرقة وكاين ما عندناش الفوق وين نعوموا، جينا هنا نعوموا في القدت. ما عندناش الفوق وين نعوموا، جينا هنايا نعوموا في القدت اللي فيهم الغرقة واللي تسرط. هذه البرك تسببت في هلاك الكثير من الشباب والأطفال غرقا تحت أعماقها، فمصالح الحماية المدنية سجلت 6 حالات وفاة منذ بداية الصيف. في ولاية الجلفة سجلنا على مستوى مديرية الحماية المدنية بالجلفة 7 تدخلات، يعني خلال السداسي الأول من سنة 2015 خلف للأسف الشديد وفاة 6 أشخاص وإنقاذ شخص واحد. كل هؤلاء الأشخاص هم فئة الأطفال للأسف الشديد، جراء السباحة الغير محروسة في البرك المائية ومختلف المسطحات. مطالب رفعها شباب وأطفال الجلفة قصد إعادة فتح المسابح المغلقة وبناء أخرى في البلديات النائية. طالبوا باه يفتحوا لنا لابيسين، ظلوا 4 سنين ولا 5 مسكر. يخدموا لنا لابيسين نعودوا نعوموا فيه، خير من نعودوا هنا نعوموا في ظل لا قارقة وحيات ولا خطر علينا. في الغالب ما يتجه بعض الشباب والأطفال نحو البحر قصد الاستجمام، لكن الكثير منهم بقي هنا يسبح في البرك والأودية رغم الخطر والأمراض المتنقلة. فهل تتحرك السلطات لوقف هذا الخطر؟